زميلنا منصور الجمعة متواجد هناك في المؤتمر الذي يقيم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. ارحب فيك منصور مرة أخرى، والحمد لله على سلامة الوصول إلى حائل. الله يسلمك، مرحبا زملائي بدور وعبد الله. نحن اليوم في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ونقول قبل التعبير لا بد من التفكير، وقبل كلامي لا بد من السلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم ان اي مجتمع يعتمد على الحوار والتفاهم فهو مجتمع صحي واثق، ويسرنا في هذه اللحظات ان نستضيف الاستاذ فيصل بن معمر امين مركز حوار الملك عبد العزيز. نرحب فيك استاذ فيصل ونقول صباحك سعود. اهلا وسهلا. امين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وان شاء الله ان هذا اللقاء لقاء خير وبركه حول الاعلام السعودي، حوار بين المجتمع والمؤسسات الاعلاميه، وهذا هو اللقاء النهائي بعد جوله في مناطق المملكه والالتقاء بنخب ثقافيه وتغطيه لاراء شبه شاملة لجميع فئات المجتمع حول الإعلام وتوقعاتهم ورأي تحليل الواقع ونظرة مستقبلية لواقع الإعلام السعودي إن شاء الله. نعم، بما أننا نتكلم عن النظرة المستقبلية للإعلام السعودي، فاليوم الحوار يرتكز على 5 محاور أساسية. لو تحدثنا عن هذه المحاور ال5. طبعا المحاور تم تحديدها بناء على اللقاءات التحضيرية، وأهمها كان ما يناقش الآن حول الحرية والمسؤولية، وأيضا محاولة مناقشة ما هو عليه واقع الإعلام السعودي، ثم بعد ذلك رؤية مستقبلية وربما الوصول إلى ميثاق شرف للإعلام والإعلاميين. نتوقع أن يكون هذا اللقاء لقاء متميز نظرا لنوعية المشاركين والمشاركات، وأيضا حضور معالي وزير الثقافة والإعلام وكبار المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام للاستماع إلى وجهات النظر والتعليق عليها، وربما الاستفادة من الدراسات التي أعدت واستطلاعات الرأي العام. نطمح إلى أن نخرج برؤية للإعلام السعودي، خاصة في ظل الإعلام الجديد والحقيقة بروز ظواهر متعددة من ناحية التطرف والتحلل والتشدد في الآراء، وأيضا الانبهار بما يحدث في حضارات أخرى من بلادنا، بلاد تلتزم بثقافتها الإسلامية وبدينها الإسلامي وهي قبلة المسلمين، ونعتز بأن جميع ما يتعلق بإعلامنا وتعليمنا وحياتنا مرتبط بشريعتنا السمحة وبثوابتنا الوطنية. لذلك نرجو إن شاء الله أن نصل إلى رأي وسطي معتدل يتماشى مع الطفرة التنموية في المملكة العربية السعودية. المملكة حققت قفزات تنموية هائلة، ونحتاج إلى أن يكون الفكر والثقافة والإعلام يتماشى مع هذا الإنجاز الذي تم، ونرجو إن شاء الله أن نحقق ذلك. مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني هيأ كل الأسباب لذلك، ونحن نعمل بحيادية تامة، ونرجو إن شاء الله أن نستطيع التوفيق بين الآراء، وهذا متوقع بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذ فيصل، ونقول صباحك سعود. شكرا لكم. شكرا زملائي. فعلا اليوم ونحن في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نرى في هذا المركز الشامخ جميع الوسائل والسبل المهيئة للإعلام السعودي الواثق إن شاء الله. أنتقل الآن بالصوت والصورة إلى الزملاء في الاستديو، لكم الكلمة.